من اكتر الحاجات اللي ساعدتني ان انا اواجه التسويف واحاول ان انا اتعامل معاه، واي حاجة انا باجلها احاول ان انا اشتغل عليها، هو ان انا بستعين بالله. بقول يا رب العمل ده ابتغاء وجهك، وبجدد النية وببتدي في العمل. طبعا مش هنسى ان انا اقول لك انك لازم ترتب اولوياتك، ولازم تخطط، ولازم تفكير منطقي، ولازم انك تدير وقتك الى اخره. كل الكلام ده جميل جدا، بس اهم حاجة في البداية لازم تستعين بالله. في امر انا لاحظته لما بستعين بالله، او ان اقول العمل ده ابتغاء وجه ربنا، في حاجة بسيطة جدا لاحظتها، ان انا بحاول اعمل الحاجة دي بشكل كويس جدا على قد ما اقدر. انا من نوعية الناس اللي عندي تركيزي مش احسن حاجة، ولا كمان من نوعية الناس اللي هي الذاكرة بتاعتها قوية، يعني بنسى وتركيزي مش احسن حاجة. بس لما بلاحظ ان انا بقول يا رب العمل ده ابتغاء وجهك، حتى لو انا هقعد مثلا ربع ساعة اذاكر فيهم او اقرأ فيهم، او ان انا انتبه لاي حاجة مفيدة تمام مبتغي بيها وجه ربنا، بحاول اركز فيه على قد ما اقدر. بتشوش شويه وارجع تاني، بتشوش شويه وترجع تاني، اتشتت، يعني بتشوش، فاحنا بنقولها بالعاميه، هي المفروض بتشتت شويه وارجع تاني. فانك تركز ان العمل ده ابتغاء وجه ربنا، وانك بتحاول انك تسعى انك تعمله بشكل كويس، ده هيفرق معاك كتير جدا. الحاجة التانية، سمعت فيديو لحازم شومان دايما بيقول لك في اي عمل قبل ما تبتدي بيه قول لا حول ولا قوة الا بالله. على حسب مفهومي انا مش متدين قوي يعني ولا اي حاجة، بس انا بحاول اسمع واحاول اطبق على قد ما اقدر، حتى لو طبقت حاجات بسيطة جدا، بس الحاجات البسيطة دي مع الوقت بتفرق معايا كتير. الحاجة دي كالآتي، إنك ما بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي أنا فهمته إنك بتطلب من ربنا إنك تخرج من حولك وقوتك لحوله وقوته. يا رب اخرج، يعني خليني في المعية بتاعتك، ساعدني، دعمني، أنا مستعين بيك بالحاجة دي، الحاجة دي أنا مستصعبها وأنا مستعين بيك فيها. فده بيساعدك إنك تبقى أحسن. فالفترة الجاية بفضل وتوفيق من ربنا في بوزيشن او في ترقية كويسة جدا، انا يعني بسعى عليها بقالي فترة، فاخيرا تم الاعلان عليها. وده مطلوب مهارات معينة، من ضمن اكتر المهارات اللي طالبينها انا للاسف مستوايا مبتدئ او ضعيف فيها. كنت قبل كده قطعت فيها شوط كويس، بس حاليا وقف. طب انا مطلوب مني يعمل ايه؟ اول حاجة انا بستعين بالله. الحاجة التانية، لازم اعرف انا محتاج اعمل ايه، او محتاج ان انا افهم ايه، وفي نفس الوقت ما اضغطش على نفسي. يعني المهارة دي لو انا ما قدرتش ان انا اتعلمها بنسبة 100%، على الاقل هبص للنص المليان، انا قدرت اتعلم منها قد ايه. هو ده اللي انا المبدأ اللي انا هحاول ان امشي بيه. يعني دلوقتي مطلوب مني مهارة معينة، المهارة دي عشان افهمها واتعلم عليها واتدرب عليها، على الاقل طبقا لكتاب اتعلم اول 20 ساعة، فهي على الاقل هتاخد مني 20 ساعة. هي المهارة دي على فكرة ممكن تاخد وقت اقل من 20 ساعة، تمام، بس لازم التدريب عليها يكون اكتر من كده. فانا هحاول ان انا افهم الحاجة دي على قد ما اقدر، هحاول ان انا اسمعها على قد ما اقدر. ممكن اجمع فيديوز من على اليوتيوب، ممكن احاول اشوف داتا اطبق عليها. المهم هحاول ان انا اعمل اللي اقدر ان انا عليه بقدر بسيط، ومش هضغط على نفسي، لان انا من نوعية الناس اللي ما بتضغط عليها قوي بتسيب الحاجة وتمشي زي اغلبية الناس. لا، انا هحاول اخد الموضوع كده كمن باب ايه، اكني مثلا بتفرج على الريلز في اليوتيوب او تيك توك. لا، انا هحاول ان انا مثلا اقعد نص ساعة كده شوية، خلاص هخلص الحاجة دي او افهم الجزئية دي، واحاول ان انا اركز فيها على قد ما اقدر. وكل ما اتشتت احاول اركز تاني، وكل ما اتشتت احاول اركز تاني. ده بالنسبه لي افيد لي من ان انا اقعد 10 15 ساعه او 6 7 ساعات في اليوم وانا مش مركز خالص. ودي كانت مشكله بتواجهني في المذاكره. فعود نفسك في اي شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، استعنت عليك يا رب العمل ده ابتغاء وجهك، وتوكل على الله على طول. ان شاء الله ربنا هيوفقك. سلام.